السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. حلقة جديدة من كلام جمهور. النهاردة هنحلل مباراة النادي الأهلي ونادي صن داونز اللي انتهت بواحد واحد النتيجة. والنادي الأهلي كده ودع بطولة أفريقيا من دور نص النهائي. بداية من التشكيلة، النادي الأهلي ليه بيلعب بثلاثة ورا؟ ليه بنلعب قدام فريق بالذات صن داونز بنلعب بثلاثة ورا؟ ليه؟ لأن احنا الفرقة اللي قدامنا دي أقوى مننا بدنيا، وأقوى مننا مهاريا، وأقوى مننا ذهنيا. اللي احنا عندنا لعيبة في مصر بتلعب بالكوسة. يعني إيه بتلعب بالكوسة؟ يعني أنا لاعب أنا عاوز 100 مليون جنيه، بس 100 مليون جنيه بس أنا ما أعرفش باصي باصتين على بعض صح. وفي ناس زي اللعيبه في جنوب افريقيا ممكن يكون عقد الفرقه كلها ما يسويش عقد لاعب في النادي الاهلي، بس لعيبه عاوزه تلعب كوره. اللي احنا عندنا اللعيب اول ما تتكلم معاه يتخانق معاه وعاوز 100 مليون وهو مش عارف يطلع بالكوره. علشان كده احنا بنلعب بثلاثه قدام الفرق اللي هي اقوى مننا بدنيا وتكتيكيا، وبتعرف تضربنا، بتعرف تتحرك من غير كوره، وفرق متغذايه. واحنا بناخد الفلوس بتاعتنا، احنا بناخد 100 مليون بس احنا ما بنتدربش كويس. عشان كده الفرقه زي كده بتستعطلنا وبتيجي تلاعبنا في الساعه 3 العصر، عشان احنا ايه؟ مش مهتمين بالتدريب، احنا مهتمين نسهر مع اسلام سعد ونجيب بدل، نشتري بدل. طب كولر انت، ده الشق تبع اللعيبه. نبدا مين تاني؟ كولر بدا التشكيله مباراه ثلاثه ورا، يعني بيلعب بخمسه بالباكين. طب انت بتلاعب كاردوزو مدرب سان داونز ولعبته السنه اللي فاتت نهائي ضد الترجي، وعارف ان المدربين البرتغاليين وبخصوص المدرب ده ان هم دفاعيين. يعني انت بادئ الخطه بتاعتك، ما في ياما احنا برضه احنا في مدربين عالميين وبيلعبوا بخمسه ورا وبيبقى بيلعبوا اداء بسم الله ما شاء الله واداء روعه، وبيعرفوا يلعبوا هجمات ويجيبوا جوان ويلعبوا اداء وتكتيك عالي. بس انت رايح تلاعب مدرب زي ده عارفه ان هو مش هيفتح قدامك في مصر هنا، يبقى لاعبنا ثلاثه ورا. يعني انت بديت خطتك ان المدرب اللي قدامك يندفع فانت تسرقه وتجيب اهداف. طب انك تسرق وتجيب اهداف دي معتمده على عناصر لعيبه معينه، ودي مش موجوده في النادي الاهلي، وقلنا 500 مره مش موجوده في النادي الاهلي. احنا احنا هنزنق نفسينا. طب احنا هنزنق نفسينا، هل لدينا ان احنا لعيبه تطلع بالكره كويس؟ لا، ما عندناش لعيبه تطلع بالكره كويس، لعيبه متوتره ولعيبه بس بتفكر في الملايين والشهره. عندك محمد الشناوي حارس مصر الاول، كل كوره بتوقع منه خايف. حارس مصر الاول متوتر خايف مهزوز. عندنا الثلاثه قلوب الدفاع ولا واحد فيهم كورته كويسه. باشرف داري، اشرف داري التحامات قويه بتاع مدافع كويس. وده يجي النقطه هنتكلم فيها عن الاداره. احنا عندنا الثلاث مدافعين اللي ورا نفس البروفايل، ده يدل ان انت ما دعمتش صح. اما محمد عبد المنعم مشى ما جبتش واحد زي نفس محمد عبد المنعم. يعني انا مع ان اشرف داري يجي، بس يجي يلعب جنب محمد عبد المنعم. ومن محمد عبد المنعم يمشي نجيب مدافع بيعرف كورته عاليه ويعرف يطلعنا بالكوره، في ظل ان المدرب عاوز يلعب ويبقى حرامي حرامي اهداف بلغه الكوره. يعني مش هيبقى فيه، احنا اللي هنكون المبادرين بالهجوم. لا، الفرقه اللي قدامنا هتهاجم واحنا هنحاول نخطفوهم يبقى ليها عناصرها ان يكون الفرقه بتاعتنا بتعرف تطلع بالكوره تحت ضغط. طب احنا بنلعب بخمسه ورا ولا واحد فيهم بيعرف يطلع بالكوره. بمصطفى العش اللي جاي من زد عاوز مننا كام؟ 40 مليون جنيه اعاره، ولو هنشتريه 50 مليون، يعني لاعب ب 100 مليون. لاعب بيلعب خمسه ورا متوتر وخايف. اب انت في ظهرك ياسر ابراهيم، كده كده لو انت غلطت العب بهدوء ورزانه، كده كده في ظهرك ياسر ابراهيم هيغطيك. لاعب مش عارف تطلع بالكره صح، متوتر وبتشتت، لا تعليق. ده ايه بخصوص كولر. طب انت احمد رضا لاعب في نص الملعب، اوعى حد يقيم لاعب بباصه او هدف. لاعب تايه في مساحات في ظهره، كل دقيقه انا قلقان من المساحات اللي في ظهره، لاعب تايه والدنيا دي. عندك محمد طاهر جاب الهدف هو ما عليه، يعني هو غير الهدف ما كانش ظاهر. ثالث حاجه بس انا عاوز اتكلم بخصوص الاداره عشان ما حدش يقول ان الاداره برضه وفرت لبن العصفور لكوره. لا، في تقصير من حيث إيه؟ ان انت جبت عناصر وكنت في يناير، انت اشتريت في يناير وكانت الفرقه محتاجه تدعيم تاني. يعني إيه الفرقه محتاجه تدعيم تاني؟ يعني الفرقه محتاجه تدعيم في بعض المراكز. محمد عبد المنعم مشى، ممكن اجيب اشرف داري واجيب مدافع تاني بنفس جوده محمد عبد المنعم. عندي 500 لاعب في نص الملعب رقم 6: اكرم توفيق، مروان عطيه، احمد نبيل كوكا، كريم ندفد، رحت اجيب احمد رضا. طب احنا دي اللعيبه دي بنفس البروفايل ونفس الشكل. طب اللعيبه دي احنا مش محتاجين لاعب رقم 8؟ يعني مع احترامي اللعيبه دي، عندي كوكا، وطبعا احنا عارفين الكره بالوسايط والكره بالكوسه. اما اللعيبه اللي احنا جايبينها من بره مش عارفه تستلم وتباصي، طبعا قطاع الناشئين بتاعنا مضروب بالنار.
عين الكابتن وليد سليمان في قطاع الناشئين عشان ضحى من اجل النادي، يعني ضحى من اجل النادي، ما رضيش يروح بيراميدز ولا يروح اي نادي. فعشان ضحى من اجل النادي عشان 20 ولا 30 مليون جنيه، فاحنا ندمر قطاع الناشئين ب 500 ولا 600 مليون جنيه، بدل ما يمسك المركز، يعني يمسك المهنه تاتا تاتا لغايه ما يترقى ويوصل للمكان الكويس اللي يليق بيه. لا، احنا ندمر قطاع الناشئين. وده اللي ودى اللي احنا عندنا محمد هاني وعندنا نبيل فوكا وعندنا ندفت. قطاع الناشئين بطل يطلع لعيبه من ساعه رمضان صبحي. عندك انت رحت جبت بن شرقي في مركز الجناح، وده ما كانش كافي انك تجيب اشرف بن شرقي في مركز الجناح، ده ما كانش كافي. متى احنا احنا عندنا محمد طاهر مباراه ومباراه لا، عندك حسين الشحات مباراه و10 لا. يبقى احنا عندنا دي طاهر وحسين الشحات، انت رحت جبت مين؟ وعندك محمد عبد الله ده ناشئ، انت رحت تجيب مين؟ اشرف بن شرقي. يبقى احنا نروح وما نجيبوش كوتيسا اللي هو كان لاعب جاي بلوشي هيجي ببلاش. لا، احنا هنجدد لعلي معلول، مع احترام التاريخ علي معلول، وانا اكتر واحد بعز علي معلول، بس احنا هنجدد لعلي معلول غصب عن كولر. اب انت جدد لعلي معلول اما تكون متاكد ان كولر هيلعب، انت عارف شخصيه المدرب بتاعك، وكمان تجدد لعلي معلول، يعني عارف المدرب بتاعك عنيد وتروح تجدد لعلي معلول وتفرضه عليه، ويبقى انت خسران لاعب اجنبي على الفاضي. يعني يعني علي معلول عمل تاريخ، ادانا مليون ونص دولار وخسرنا مكان اجنبي. مش كان اولى ان يكون في جناح تقيل، لاعب رقم 8 تقيل؟ ده الكلام بخصوص الاداره. الكلام الفني، انا قلت لك ان في فرق كثيره، فرقه بتلعب بالتشكيله الهجوميه، بتلعب ثلاثه ورا، بتعرف تلعب كوره، بس لما يكون في العناصر اللي تعرف تلعب كوره، يعني تعرف تطلعنا بالكوره، سواء من المدافعين سواء نص الملعب، كنت تقدر تخطف سان داونز لو انت عندك العناصر دي. لو ما عنديش العناصر دي ما العبش بالطريقه دي، ما عنديش العناصر اللي هي تقدر تطلعني بالكوره. انا افضل اقول ال 90 دقيقه متاكد ان هيجي فينا جون، لازم تجيب هدف ثاني. يبقى الطريقه دي تنفع، بس تنفع اما يكون الفريق اللي قدامك هيندفع. لا، ده انا كمان عارف ان المدرب البرتغالي قدامي كاردوزو عارفه مدافع. انا من السنه اللي فاتت بحزن مش عاوز العب الترجي، مش عاوز العب صن داونز، يعني ربنا سترها النص النهائي السنه اللي فاتت، الترجي طلع صن داونز، وما قبلتش انا صن داونز، قبلت الترجي في النهائي، واقعد 90 دقيقه في استاد القاهره ضد الترجي خايف وبحزق علشان هدف لا يجي فيا، اما كان ممكن لا قدر الله يجي فيك جون ماتش الترجي وتخسر بطوله افريقيا. وفي النهايه هنقيم اللعيبه وندي كل لعيبه تقييمه. في حراسه المرمى محمد الشناوي الحارس المهزوز، احسن حارس في مصر، احسن حارس في مصر. طالع الكره لوحده مش عارف ياخدها ومتوتر، بيتشات عليه الكره من نص الملعب بيردها عشان تدخل فينا جون. صفر محمد الشناوي. محمد هاني دفاعيا كويس، هجوميا زيرو. صفر محمد هاني. اصل احنا الفرقه كلها هتدافع، انا هنزل ادافع معاكم. محمد هاني يدافع، مصطفى العش يدافع، ثلاثه ورا بيدافعوا، اثنين في نص الملعب رقم سته بيدافعوا، والاجنحه بتاعتنا لازم تدافع، فاحنا هننزل كلنا ندافع. اشرف داري 5 من 10. ياسر ابراهيم 5 من 10. برضه ما شفتلهمش غلطات، يعني في ظل ان كان برضه في تكتل دفاع ما شفتلهمش غلطات. ياسر ابراهيم حط هدف في نفسه وباد لك برضه، بس كان مجرم للمباراه، كان كويس. عندنا رامي ربيعه 0 من 10، واللي شاف رامي ربيعه عمل ماتش كويس مش عارف ازاي. رامي ربيعه الشوط الاول في اخره 4 كور مندفع، اترقص كل شويه بنفس الطريقه. اللاعب اللي ما يتعلمش من غلطه يبقى ما يستاهلش يلعب في النادي الاهلي. 0 من 10 رامي ربيعه. مصطفى العش 0 من 10. مصطفى العش عايزين 100 مليون فيه، لعيبه ما عرفش اساسيات الكوره، مش عارفه تباصي وتستلم، الكوسه كده في الكوره عيني عينك. ده في لعيبه في في الصعيد وفي اي حته في مصر في لعيبه كوره، بس الظلم بدل ما في ظلم كده، واللعيبه اللي ما عرفش تستلم وتباصي دي بتلعب، يبقى كده مش ما يبقاش في اعمار في الكوره في مصر. عندك في نص الملعب مروان عطيه 0 من 10. بتباصي وراه كل حاجه، باص ورا باص ورا باص ورا، مخنوقين باص ورا، مش هنعرف نطلع بالكره. احمد رضا السرحان التايه، الميس باص كتير عنده. 0 من 10. ماليش دعوه بباصتين كويسين. ادائك مجمل وطول المباراه ايه؟ عندك طاهر محمد طاهر عشان الهدف 5 من 10، باقي الماتش فيه ايه؟ ما عملش حاجه، برضه طريقه اللعب برضه ما ساعدتوش. عندك امام عاشور برضو 5 من 10. في انانيه في اللعب برضو، في لعيب في كور لازم ترفع عينك. عندك جراديشار ممكن اديه 4 من 10 عشان كان التحام برضو ما ظهرش، طريقه اللعب ما تساهمش ان مهاجم زي كده، في ظل ان هو مش سريع، مهاجم صندوقي بتاع عرضيات ومحطه، فمش هيظهر في ماتش زي كده انك انت نازل تلعب دفاع. نزل وسام ابو علي. وسام ابو علي لازم تراجع نفسك، كل الالتحامات متاخده منك، بدنيا ضعيف، عينك في الارض، ما شايفش زمايلك. 0 من 10. اشرف بن شرقي
برضه ما لعب 10 دقائق ما شفتوش. برضه طريقة اللعب برضه انك انت نازل تدافع في اخر 10 دقائق برضه لا تقييم لاشرف بن شرقي. لاعب لازم يلعب، لاعب امال بالجودة دي وقاعد على الدكة امال مين اللي هيلعب؟ عندك حسين الشحات وقفشه في الوقت اللي نزل فيه عمل حركة للفريق وقدر يمسك كام كورة ويلعب الفرقة. برضه مش مش هختلف مع المدرب جو ان قفشه يلعب ما يلعبش، لان قفشه برضه في مباريات ما يقدرش يلعب فيها. مباريات اللعيبه القويه بدنيا دي اللي عاليه بدنيا فنيا ممكن قفشه ما يقدرش يلعب وسطيهم. عندك حسين الشحات برضه ما جاتلوش كام كوره يعني إنك يتقيم فيهم. بس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.